أهلا بيكم في بين السطور. تفتكر إن الناس بتقولك كل حاجة؟ الحقيقة إن 90% من الكلام الحقيقي مش بالكلام أصلا. اللي قدامك ممكن يضحك في وشك، هو جواه عكس كده تماما. الجسد بيتكلم، العيون بتفضح، وأصغر حركة ممكن تكشف سر أكبر من أي اعتراف. الكتاب ده هيعلمك إزاي تقرأ الناس كأنهم كتاب مفتوح. من أول نظرة ومن أول حركة هتعرف مين الصادق ومين الكذاب، مين مرتاح مين بيخفي جواه بركان. يعني باختصار، بعد ما تسمع اللي جاي محدش هيقدر يستخبى تاني من عينك. الفصل الأول بيكلمنا عن أداة قوية جدا، وهي الأسئلة الداخلية. الكاتب هنا بيقول بدل ما نركز على تصرفات الناس بس، لازم نسأل نفسنا أسئلة بتكشف اللي ورا السلوك. زي مثلا إيه الصورة اللي الشخص ده بيصدرها لي دلوقتي؟ إيه الحاجة اللي هو مش عايز يعترف بيها؟ هل اللي قدامي بيتصرف بوعي ولا بدون وعي؟ الأسئلة دي مش مجرد فضول، دي مفاتيح بتخليك تشوف العمق اللي جوه كل إنسان. يعني مثلا تخيل أنت قاعد مع شخص في اجتماع بيتكلم كتير جدا، بيحاول يثبت وجهة نظره. لو سألت نفسك ليه، ممكن تكتشف إنه مش واثق في نفسه، أو يمكن بيخاف يبان ضعيف قدام الناس. السلوك خارجي صوت عالي، لكن الجذر الداخلي خوف أو قلق. وهنا الكاتب بيعلمنا حاجة مهمة، إن السلوك مراية لكن الحقيقة مخفية في العمق. نيجي بقى لطفلك الداخلي. هنا الفصل ده بيكشف إن جوه كل واحد مننا طفل داخلي لسه عايش. الطفل ده بيوجهنا من غير ما ناخد بالنا، رغباتنا، مخاوفنا، حتى تصرفاتنا مع الناس. يعني الشخص اللي بيبان غاضب دلوقتي ممكن يكون جواه طفل خايف من الرفض. وانت لو فهمت الطفل الداخلي ده هتفهم الانسان كله. من الاخر، الفصل ده بيقول لنا اقرأ السطور اللي مش مكتوبة، ما تكتفيش بالظاهر، اسأل نفسك الأسئلة اللي تفتح العمق. وكل ما اتدربت أكتر هتلاقي نفسك بتفهم الناس أسرع وبدقة أكبر. ودي كانت مجرد بداية من كتاب اقرأ الناس كأنهم كتاب. ولو عايز تعرف باقي الأسرار، تابعني في بين السطور. ويلا بقى نكمل رحلتنا في باقي الفصول. تفتكر انك تقدر تستخبى ورا كلمة انا بخير؟ الحقيقة جسدك بيفضحك قبل ما لسانك ينطق. الفصل ده هيعلمك ازاي تفك شفرة لغة الجسد وتعرف اللي قدامك من غير ما يشرح نفسه. الفصل التاني لغة الجسد. الحقيقة الصمت. الكلام ممكن يتزور لكن الجسد صعب يكذب. الشخص ممكن يختار كلماته بعناية لكن الجسد بيقول الحقيقة. سر انك تقرأ الناس بيبدأ من انك تلاحظ التفاصيل الصغيرة اللي هم مش واخدين بالهم منها. يعني مثلا العينين مراية مشاعر. العين اللي بتهرب منك ممكن يكون توتر وقلق او محاولة في اخفاء حاجة. التحديق الطويل جدا ممكن يكون تحدي او عدوانية. شخص بيرمش لك كتير ممكن يكون قلق او كدب. الذراعين واليدين دفاع ولا راحة؟ حد مشبك دراعات ممكن يكون بيحمي نفسه او مش متقبل اللي بيتقال. طب ايده مفتوحة وبيتحرك بحرية، راحة وصراع. طيب بيلمس رقبته او وشه، غالبا دي اشاره عصبيه او محاوله ان هو يهدي نفسه. ندخل بقى على وضعيه الجسد نفسه. الكرسي بيتكلم. يعني ايه؟ يعني بيتكلم شخص ومايل لقدام، اهتمام وتركيز. طيب مايل لورا او لافف جسده بعيد، ملل او رغبه في الهروب. الكتف المرفوع او الجسم المشدود، دفاعيه او توتر. وخامس حاجه القدمين، الجزء المهمل لكنه الفاضح. يعني لو شخص رجليه متوجهه ليك، هو حاضر معاك. لو متجهه ناحيه الباب، هو نفسه يخرج او الموضوع مش عاجبه. طيب والابتسامه؟ الابتسامه هل هي حقيقيه؟ الابتسامه الحقيقيه بتحرك العينين والشفايف مع بعض. الابتسامه المزيفه البق بيضحك بس العينين ثابته. الخلاصه بقى والمفتاح الذهبي، ما تاخدش اشاره واحده وتحكم، ركب كل الاشارات مع بعضها. يعني مثلا شخص عينيه بتهرب ودراعه متشبك مع جسم لورا، ده مش مجرد توتر، ده رفض واضح. من دلوقتي كل ما تقابل شخص بص لعينه، جسمه، ايده، رجليه. هتكتشف ان كل شخص حواليك كتاب مفتوح. قابلت شخص قبل كده أول ما تشوفه تحس إنك عارف ردود أفعاله حتى قبل ما يتكلم؟ مرة تقابل واحد متحمس جدا وتعرف إنه هيندفع ويدخل أي تجربة جديدة. تقابل واحد تاني هادي بيفكر ببطء وتعرف إنه مش هيخاطر بسهولة. السر مش في الحاسة السادسة، السر إنك قادر تلاحظ نمط شخصيته. وده اللي بيشرحه الفصل الثالث من كتاب اقرأ الناس كأنهم كتاب، بعنوان علم الشخصية والتصنيف. هو ليه نصنف الشخصيات؟ الكاتب باتريك بيقول لنا إن الناس مش عشوائيين زي ما بنفتكر، في أنماط متكررة لو فهمتها تقدر تتوقع تصرفاتهم، تتواصل معاهم بشكل أفضل، وتتفادى سوء الفهم والصدام. يعني بدل ما تدخل في نقاش طويل أو تتفاجئ بسلوك غريب، عندك خريطة للشخصية من البداية. أول أداة قوية معانا هي البيج فايف أو السمات الخمس الكبرى. النموذج ده معتمد في علم النفس لأنه مبني على أبحاث طويلة. الخمس أبعاد: أول حاجة الانفتاح على التجربة، هل الشخص ده بيحب المغامرات والأفكار الجديدة ولا بيفضل الروتين والاستقرار؟ يعني مثلا واحد صاحبك بيغير هواية كل أسبوع أو بيبدأ حاجة جديدة، ده عالي الانفتاح. الضمير الحي أو الانضباط، هل هو منظم ودقيق ولا بيميل للتأجيل والعشوائية؟ يعني مثلا الموظف اللي دايما عنده جدول مرتب، ده ضميره عالي. تالت حاجة الاجتماعية، بياخد طاقته من الناس ولا من العزلة؟ يعني مثلا الشخص اللي بيخرج من حفلة مليان طاقة ومبسوط جدا، ده اجتماعي. طيب اللي بيرجع تعبان وعايز يقعد لوحده، ده انطوائي أكتر. الموافقة أو اللطف، هل هو متسامح ومتعاون
ولا جدالي وبيحب يثبت نفسه؟ اللي دايما بيقول مفيش مشكلة عالي الموافقة. طيب اللي بيسر على وجهة نظره مهما حصل منخفض الموافقة. خامس حاجة العصبية، درجة الحساسية للتوتر. شخص بيقلق بسرعة وبيغضب من أي تفصيلة صغيرة، ده عصبي. شخص هادي وثابت تحت الضغط منخفض العصبية. النموذج ده بيديك خريطة دقيقة لشخصية أي حد، وتقدر من خلاله تفهم اللي ممكن يثيره أو يطمنه. تاني مدرسة معانا هي ال MBTI، هي الأكثر شهرة. بتقسم الناس ل 16 نمط شخصية مبني على 4 محاور: انطوائي ولا انبساطي، بيفكر بالحدس ولا بالحواس، بياخد قرارات بالعقل ولا بالمشاعر، منظم ومخطط ولا مرن ومتأقلم. محصلة 16 شخصية. يعني مثلا انت عرفت ان الشخصية INTJ المفكر الاستراتيجي، هادي عميق بيخطط بعيد المدى. طيب شخص ENFP المتحمس مليان طاقة وأفكار جديدة، صعب يلتزم بروتين. طيب ISTP الحرفي العملي بيتعلم من التجربة المباشرة وبيحب يفك ويركب. رغم الانتقادات اللي بتقول ال MBTI أقل دقة من البيج فايف، كأنه بيدي وصف سريع بيخليك تقرب من عقلية الشخص اللي قدامك. أما بقى الإنجرام بيغوص في أعماق الشخصية، بيسألك إيه دفعك الأساسي في الحياة. بيصنف الشخصيات ل9 أنواع، كل نمط عنده رغبة أساسية وخوف أساسي. خليني أعرفك عليهم واحد واحد. الدافع بتاعه بيسعى للكمال، بيكره الأخطاء وبيخاف من الفشل أو الفساد. يعني مثلا المدير اللي بيصحح التفاصيل وعايز كل حاجة لأصولها. أمثلة ممكن تشمل الكهنة والأطباء. تاني واحد المساعد، الدافع بتاعه إنه عايز يحصل على الحب والتقدير. خوفه بيكون إنه ما يكونش محبوب أو مهم. مثلا الصديق اللي بيضحي براحته علشان يساعد أي حد حتى لو على حساب نفسه. أمثلة بتشمل الأمهات، المدرسين. ثالث نوع المنجز، الدافع بتاعه النجاح والتمييز وخوفه إنه يظهر ضعيف أو فاشل. الناس دي بتحب الثناء والتصفيق. يعني مثلا الممثلين والطلاب. رابع حاجة الفردي والمستقل، الدافع بتاعه يلاقي معنى فريد لحياته، خوفه إنه يبقى عادي أو بلا قيمة. غالبا الناس دي بيكونوا متقلبين في المزاج. الأمثلة بتشمل الموسيقيين والرسامين، الفنان أو الكاتب اللي بيحاول يعبر عن مشاعره بشكل استثنائي. خامس حاجة المفتش أو المفكر، الدافع بتاعه المعرفة والسيطرة على طريقة الفهم، خوف الجهل والاعتماد على الآخرين. يعني مثلا شخص عايش وسط الكتب بيحلل كل حاجة، ما بيحبش حد يقتحم مساحته. أمثلة بتشمل الباحثين. النوع السادس بقى المخلص، دافع الأمان والاستقرار وخوفه من المخاطرة أو الخيانة. الناس بتشكك في كل حاجة، ده بيخليهم ممكن يكونوا مريبين أو مصابين بجنون العظمة. الأمثلة بتشمل المنقذين، الضباط. النوع السابع المتحمس، الدافع بتاعه يعيش مغامرات ويستمتع بالحياة. الخوف هو الملل أو القيود. في مثلا شخص دايما بيغير خططه في آخر لحظة علشان يجرب حاجة ممتعة. من حاجة المتحدي، الشخص ده الدافع بتاعه السيطرة وحماية نفسه، خاف من الضعف أو فقدان السلطة. في مثلا القائد الحاد اللي بيواجه أي تحدي من دون خوف. ممكن اعتبارهم إن هم عدوانيين أو متطرفين. أمثلة بتشمل الآباء المتسلطون، أشخاص في الجيش. تاسع وآخر حاجة صانع السلام، دافع العيش في انسجام، خوف الصراع أو الرفض. يعني مثلا الشخص اللي بيحاول دايما يرضي الجميع علشان متحصلش مشاكل. خلاصة الإنجرام مش بيديك فرصة مش بس سلوكيات الناس، لكن كمان دوافعهم الخفية. واحد ممكن يبقى إنجازاته ضخمة لكن دافعه الحقيقي خوفه من الفشل. واحد دايما بيضحك وبيجري ورا المتعة لكن جواه خوف عميق من إنه يواجه الوحدة أو الملل. لما تفهم ال9 أنماط دي تقرأ الناس بشكل أعمق. الفصل التالت بيكشف لك إن الناس مش ألغاز غامضة، هم عندهم أنماط متكررة ممكن تقرأها وتتوقعها. لما تستخدم البيج فايف أو MBTI أو الإنجرام بتبني لنفسك أدوات لفهم أعمق لأي شخص تقابله. ولما تتقن علم الشخصية العالم حواليك هيبقى كتاب مفتوح. ودي كانت محطتنا التالتة مع كتاب اقرأ الناس كأنهم كتاب. استعدوا لأن اللي جاي أعمق وأخطر. مرة قابلت شخص بيتكلم عن إنجازاته في الشغل، صوته واثق جدا، عينه ثابتة، ابتسامته مقنعة، لكن كل شوية يغير تفاصيل صغيرة في القصة. ساعتها حسيت إن في حاجة مش مظبوطة. إزاي نقدر نعرف الكذب من الحقيقة من غير أجهزة كشف كذب ولا محققين محترفين؟ ده اللي بيشرحه الفصل الرابع من كتاب اقرأ الناس كأنهم كتاب بعنوان اكتشاف الكذب. ليه صعب نكشف الكذب؟ الكاتب بيبدأ بصدمة. حتى خبراء الأمن والمحققين نفسهم نسبة نجاحهم في كشف الكذب مش بتزيد عن 55 ل 60%، يعني بالكاد أحسن من الاحتمال العشوائي. ليه؟ لأن الناس غالبا بتركز على إشارات سطحية غلط زي حركة العين أو العرق أو التوتر الظاهر، لكن المشكلة إن الإشارات دي مش دايما دليل. ممكن شخص بريء يتوتر طبيعي وممكن كاذب يكون متماسك جدا. طيب السر مش إنك تدور على علامة سحرية، لكن إنك تفهم الصورة كاملة.
السياق هو الملك. باتريك بيأكد إنك لازم تشوف الشخص في سياقه الطبيعي. يعني إيه؟ يعني ما تحكمش من جملة واحدة، لازم تلاحظ الخط الأساسي لسلوكه الطبيعي. لو الشخص عادة بيتكلم بهدوء وفجأة بدأ يتلعثم، دي علامة. لكن لو شخص عصبي بطبيعته، التوتر ده مش معناه إنه بيكذب. والقوة مش في حركة معينة، القوة في التغيير عن الطبيعي. الضغط المعرفي، الكذب محتاج مجهود إضافي. هو مش بيخترع قصة، لكن لازم يتأكد إن تفاصيلها متماسكة وما ينقدش نفسه. إزاي نستغل ده؟ عن طريق زيادة الضغط المعرفي. يعني اسأله أسئلة فجائية وغير متوقعة، اطلب منه يسرد الأحداث بالعكس، ادخل تفاصيل غريبة وشوف رد فعله. الكذاب غالبا هيظهر عليه علامات زي توقفات غير مبررة، أخطاء في التسلسل، إعادة صياغة غريبة للجمل. أما الصادق مش محتاج يفكر كتير لأنه عايش الموقف فعليا. العلامات السلوكية للكذب، الكاتب بيفصل هنا شوية مؤشرات تراكمية، لكن بينبه ما تعتمدش على واحدة بس. أول حاجة التفاصيل المبالغ فيها، الكاذب أحيانا بيزود تفاصيل صغيرة عشان يبان صادق. تاني حاجة النبرة المتغيرة، الصوت ممكن يعلى أو يوطى بشكل ملحوظ. التكرار، بيعيد نفس الجمل كأنه بيقنع نفسه قبل ما يقنعك أصلا. المسافة العاطفية، بيتكلم بصيغة بعيدة، هو بدل أنا. التغيير الجسدي، زي إنه بيهرش في مناخيره، بيغطي بقه، يحرك رجله بشكل لا إرادي. لكن أهم حاجة راقب النمط مش الحركة الفردية. وهنا باتريك بيقول لنا الكذاب دايما بيسيب أثر، مش بس في حركة واحدة، لكن في التناقض الكلي بين كلامه وسلوكه. استراتيجيات عملية لكشف الكذب، لو عايز تطبق الفصل ده في حياتك اليومية، الكاتب بيدي أدوات علمية. أول حاجة ابني خط أساس، اعرف أسلوب الشخص وهو مرتاح. تاني حاجة استخدم مفاجآت، اسأله أسئلة ما يتوقعهاش. تالت حاجة راقب الاتساق، هل القصة نفسها بتتغير مع كل إعادة؟ قارن بين القول والفعل، يعني هو بيقولك أنا مش متوتر وهو إيده بتترعش. الفصل الرابع بيكشف لك إن الكذب مش موهبة نادرة، كأنه مهارة مدروسة. لما تلاحظ السياق وتستخدم الضغط المعرفي وتراقب التغيرات في القصة، هتعرف تميز الحقيقة من الخداع. وفي الآخر الكذاب ممكن ينجح في إخفاء علامة واحدة، لكن عمره ما يقدر يخفي النمط كله. دي كانت محطتنا الرابعة في رحلتنا مع كتاب اقرأ الناس كأنهم كتاب. فاكر نفسك صعب تتفهم؟ الحقيقة إنك بتكشف نفسك من غير ما تحس، لو اللي قدامك بيعرف يراقب صح. في بعض الناس بتحس إن ليهم قدرات فوق البشر، بيقرأوا مشاعرك قبل ما تتكلم، بيعرفوا حقيقتك ورا الضحكة أو حتى بيكشفوا أجاذيب صمتك. الفصل الخامس من الكتاب بيكشف لك السر، دي مش قوة خارقة، دي مهارة اسمها قوة المراقبة، واللي ممكن تتعلمها ببساطة. إيه هو السين سلايتنج؟ هو قدرتك على تكوين تقييم دقيق عن شخص من أول لحظة بناء عن قطع صغيرة جدا من البيانات، بمشاهدة سريعة أو بكلمة عابرة. الباحثان روبرت روزنسو وناليني إمبادي أثبتوا إن الانطباع الأول خلال أول 5 دقايق غالبا بيكون بنفس دقة التحليل العميق لاحقا. وأبحاث لاحقة بينت إن الحدس أفضل من التحليل العقلاني في كشف النوايا أو الكذب. إزاي تستخدم المراقبة بذكاء؟ التقييم السريع، أول انطباعك ممكن يكون قوي بس لازم تتأكد منه. خليك مراقب واعي للحظة، سجل ملاحظاتك داخليا. بعدين خليك شبه المحقق زي شارلوك هولمز اللي بيقرأ تفاصيل المحيط. الكلمات اللي بيستخدموها، هل فيها ضمائر أنا أو نحن؟ الطريقة اللي بيتكلموا بيها، جسدهم، طريقة الجلوس، حركة الإيدين، حتى ترتيب مكتبهم أو ملابسهم، دي بيانات صغيرة بتعكس دوافعهم وقيمهم. الأسئلة الغير مباشرة، استخدم أسئلة غير مباشرة تفتح نقاط عن قيم الشخص وأولوياته بدون ما يحس إنه في تحقيق. مثلا يعني مثلا لو اشتريت حاجة غالية هتخليها فين؟ لو لقيت ورقة نص مليون هتعمل فيها إيه؟ الأسئلة دي بتكشف دوافع حقيقية. البيئة الشخصية، البيئة حوالين الشخص عاملة إزاي، بيته، مكتبه، الأشياء المعروضة على حاجته بتعكس شخصيته. نظام، فوضى، تعليم، ده كله جزء من قراءتك للبشر. يعني مثلا لو أنت في اجتماع، نظرة واحدة لمكتب زميل ليك مرتب ومنظم بيديك فكرة عن مدى انضباطه. لو مكتبه فوضوي، ده مؤشر على عشوائيته أو مشغوليته بأشياء تانية. طيب لو في البيت، الصورة العائلية على الحيطة أو كتب التنمية الذاتية جنب المكتب بتوريك إن الشخص اجتماعي أو بيشتغل على نفسه. طيب على السوشيال ميديا، لو البوستات مثلا بيشارك رحلات، بيشارك صور ليه مع صحابه وهو خارج مع صحاب كتير، ده شخص واضح جدا إن هو اجتماعي. لو صور بسيطة ومنظمة، شخص انطوائي ومنظمة. الفصل الخامس هو مش على المراقبة فقط، اللي بتقرأه مش بس كلمات أو حركات، ده العقل والبيئة والدوافع كلها مجتمعين في لقطة أولى. الحدس المدعوم بالملاحظة الذكية بيخليك قارئ حقيقي للناس. وصلنا مع بعض لآخر صفحات كتاب اقرأ الناس كأنهم كتاب.
كتاب مش بس بيشرح حركات وإشارات، لكن بيفتح لك بوابة لعالم جديد، عالم فهم البشر، من أول خطوة لما اتعلمنا ازاي نقرأ لغة الجسد، مرورا بعمق الشخصيات وتصنيفها، لحد ما دخلنا عالم كشف الكذب، وأخيرا قوة المراقبة والتقييم السريع. الكاتب باتريك كان عايز يقول لنا رسالة واضحة: الناس مش ألغاز غامضة، الناس كتب مفتوحة، بس اللي يعرف يقرأ. الفهم الحقيقي مش بيخليك تتحكم في الآخرين، لكن بيخليك تتواصل معاهم بصدق، تتفادى سوء الفهم، وتبني علاقات أعمق وأذكى. والحقيقة كل ما اتعلمت أكتر إزاي تقرأ الناس، كل ما تكتشف إنك كمان ممكن تقرأ نفسك، لأن معرفة الآخرين بتبدأ من معرفة ذاتك. ودي كانت رحلتنا من كتاب غير نظرتنا للبشر وللتواصل، لكن الرحلة لسه ما انتهتش هنا. في قناتنا بين السطور هنكمل نقرأ مع بعض كتب تانية هتغير حياتك، هنفك ألغاز التفكير، هنكتشف أسرار النجاح والعلاقات من غير سطور الكتب. لو الكتاب ده علمك تقرأ الناس كأنهم كتاب مكتوب، فقناتنا هتعلمك تقرأ الحياة نفسها كأنها كتاب مفتوح. اشترك دلوقتي في قناة بين السطور واضغط على الجرس، لأن اللي جاي أعمق وأقوى من أي صفحة قرناها قبل كده.